السلام عليكم خواتاتي وحباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا يا ربي كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير، وان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو وتكونوا في افضل الاحوال يا رب. قولوا لي واش كاين شي شهيوات، شي حلويات؟ العيد قرب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالرزق وتيسير الامور يا ربي، والهنا والصحيحه وراحه البال. جبت لكم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايك كيف ديما، جمجموا الفيديو ووصلوا لي الاكبر عدد من اللايكات وبارطاج مع الحباب والصحاب. انا هنا شاركت معكم نهاري، درت شهيوات وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وهاد الحلوه اللي كتجي رائعه صدقوني، غير جربوها، حلوه هشيشه كتذوب في الفم. كتجي مذهبه غزاله حلوه. حلوه الهلال. كنخربشها هكا بالفرشيط كتعطيها هاد الشكل، وكنزينها بالشوكولا كتجي خطيره، غير جربوها، زوينه زوينه زوينه، وقلت نشاركها معكم. ونشارك معكم الشهيوات اللي درت هذا النهار. نتمنى يا ربي يوصل لكم هذا الفيديو ويعجبكم، وبارطاجيو حتى نتوما مع الحباب والصحاب، وما تنسونيش من اللايكات والتعليقات زوينه بحالكم. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله يا ربي يعجبكم. وهنا اخواتي غادي نشارك معكم هاد الباكيت معمر او فطائر معمره بحشوه ديال الكفته والبصله والفلفله، كتجي رائعه. هاد الفطائر كتجي مقرمشه بعجين سحريه، عجين ديال المسمن، وكتجي واعره. عجينه كندير فيها غير الدقيق، الدقيق الابيض، القياس اللي بغيتو. مثلا غدير غير نص كيلو ديال الدقيق، وغادي ندير فيه كيس ديال الخميره ديال الحلويات 7 غرام، هي اللي كتعطي ديك التقرميشه والتوراق. وكندير فيها السكر باش تجي محمره ملعقه، وكندير الملحه على حسب الدقيق كيف قلت لكم، والزيت النباتيه واحد 2 ملاعق صغار ديال الزيت النباتيه. صافي. والماء كندير غير الماء ديال الروبيني، كان حال سخونه كندير غير الماء ديال الروبيني، كان حال بارد راه كندير الماء فاتر، يعني ما ديش يكون سخون بزاف. ونعجنها، ندير واحد الكيس بلاستيك ونخليها ترتاح. بالنسبه للحشوه على حسب الموجود كتجي رائعه. انا راه كنت كنعجن في المسمن وتفكرت قلت غادي نصور هاد الفطائر ونشاركها معكم. نتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها وتخليوا لي كي جاتكم في التعليق.
بركة الله. خديت مقلاة درت فيها البصله مشلضه والزيت وشعلت عليها، زدت عليها واحد 2 فصوص ديال الثوم ورشه ديال الملح، زدت فلفله كبيره مشلضه مقطع طريفات صغار. وبعد ما دبلت لنا البصله والفلفله زدت الكفته والعطريه اللي هي التحميره، الفلفل الاحمر والفلفل الاسود والكمون، وغادي نزيد هاد الربيع صافي. وغادي نحرك عليهم ونخليهم هكذا يبردوا. هذه هي الحشوه اللي غادي نعمر بها العماره ديال هاد المسمن. انا بعد ما ارتاح المسمن بسطته ودرتو هكذا يعني على 4 حتى بسطته على 4 بالزبده، عاد قرصتها بحال هكا على الشكل طول باش تجيني بوده، ونقطعها في اللاطه باش تجيني ساهله صافي. حطيت انا غير سمحوا لي على التصوير لان يد فيها التليفون ما لقيتش كيفاش نثبت الكاميرا باش تجيني قريبه. ايوا غير سمحوا لي على التصوير، المهم قلت نشاركها معاكم وصافي. صافي بعد ما غادي نكمل هكذا غادي نقادهم في اللاطه وغادي نهبطهم هكا بشويه بيدي، وغادي ناخذ واحد الصفار ديال بيضه ونزيد عليه شويه ديال التحميره على حسب اللون صافي. وغادي يعني اللي بغى يدير السودانيه باش تجي حتى هي منسمه وزوينه، اللي بغى يدير غير الفلفل الاحمر صافي. وغادي تزين على حساب كل واحد، واخا ديروا غير السمسم ولا شي حاجه هكذا على حساب كل واحد الذوق ديالو صافي. غادي ندخلهم في الراني يطيبوا وندوزو للحلوى ديال الهلال، حلوى المخربشه كنخربقها بالفرشيط كتجي زوينه. كناخذ زبده 250 غرام، كاس ديال السكر، كيس ديال الفاني، وغادي نخلط مزيان خليطو جليطو نخلط ونزيد كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، ونخلط مزيان. هاد التخليطه هي كلشي، نخلطو مزيان. وغادي نزيد 4 البيضات متوسطين، وهنا 4 ديال الكوك 250 غرام ديال الكوك. خلط مزيان. وغادي نزيدو ملعقه يعني كيس خميره الحلويات من فئه 7 غرام، هي ملعقه صغيره خميره الحلوى. ونبقى نزيد الدقيق دفعات بشويه حتى تجمع لينا. هنا ما تندلكوش العجينه، غير تنجمعها بالصبيعات حتى كيتشرب داك الدقيق وكتجينا العجين رطبه في يدينا، ماشي كنجمعوها ونبقاو ندلكو فيها. حيت فيها الزبده غادي نجمعها هكا بيدينا ونهبطها هكذا فوق سطح العمل صافي. غير نجمعها ونقسمها ونبسطها وغادي نديرها بشكل هلال. هاد الحلوى صدقوني سهله دغيا كتوجد وكتجي في الشكل زوينه صافي. غادي نديرو اما بلاستيك ولا ورق الزبده اللي كاين هكذا باش نبسطوها تسهل علينا. وغادي ناخذ واحد الشوكه وغادي نخربشها بهذه الطريقه باش تعطينا داك الشكل من الفوق كتجي زوينه. غير خربقوها هكا بالفرشيط كتبقاو تجروها هكذا باش تجيكم في المنظر كتجي زوينه صافي. وغادي ناخذ كاس ولا قطاع هكذا مشنف على حساب لي انا من درت غير كاس هكذا كبير، وبقيت كنقطع باش تعطيني شكل هلال. وكندخلها طيب كنخليها طيب حتى تولي مذهبه يعني تتحمر. انا فيها البيض باش كتجي محمره وكتجي زوينه وصافي تزين. غادي ندير لها الشوكولا هكا من الفوق خطيطات. ايوا قولوا لي غير جربوها وقولوا لي في التعليق كي جاتكم. غير جربوها على حسابي، كتجي زوينه سهله اقتصاديه، تعجب الوليدات تعجب الكبار والصغار، كتجي زوينه لا في الشكل لا في المذاق، هشيشه كتذوب في الفم. ايوا هذه حلوه اليوم. حلوه الهلال بعد ما طابت خصها تكون هكا محمره صافي. وغادي كيف خربقتها بالشوكه غادي نخربقها بالشوكولا. حلوه مخربقه كتجي خطيره مخربشه، سميوها كيف بغيتو. المهم كتجي زوينه. شوفوا معايا هنا قبل ما ندير الشوكولا كيفاش كتكون واعره صدقوني كتجي زوينه. والخطوط كيف بغيتوها بيضاء، بغيتو ديروا بجوج البيضه ديروا بالشوكولا البيضه والكحله، بغيتو ديروا غير خطيطات في الجناب ما ديروهاش كامله، بغيتو تخليوها هكا راه كتكون واعره كتجي زوينه. جربوها على حسابي.
وهنا اخواتي وصلت نهاية الفيديو، نتمنى يا ربي يعجبكم وشجعوني باللايك والتعليق وبالبارطاج، وكنقول لكم خليت لكم الراحة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.